السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل آيس كريم المانجا بطريقة سهلة وبسيطة جدا بثلاث مكونات، حاجة كده طعمها كريمي، طعمها حلو جدا. هنا معانا مانجا بنقطعها قطع ونهنها في الفريزر تتجمد. بعد ما تبقى مجمدة معانا نحط نص كوباية كريم شانتيه، وكوباية زبادي من اللي هي صغيرة دي عادي، ونص كوباية سكر بودرة، ومعلقتين أو 3 معالق لبن بودرة. بس دي المكونات. نضربها بقى في الكبه كده كويس لحد ما يبقى كريمي وناعم معانا قوي كده زي ما احنا شايفين كده. شايفينه قوامه جيلاتيني كده مطاطي ازاي، طعمه حلو جدا. نحطه بقى في الفريزر لحد ما يجمد معانا. تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بتنسوا تعليقاتكم. شايفين هنا بعد ما جمد معانا في الفريزر بقى بنحط المغرفه اللي احنا بنغرف بيها الايس كريم كده في ميه سخنه ونغرف بيها، او ممكن نسيبه شويه يستهدى كده، يفك معانا. حاجه بسيطه جدا، كريمي جدا وناعم وطعمه حلو جدا. جربوا الطريقه دي مش هتندموا، هتعجبكم قوي. شايفين عامل ازاي؟ طعمه حلو جدا وسهل وبسيط قوي. اي نوع فاكهه بقى، ممكن تضربي فراوله، ممكن تضربي مانجا بنفس الطريقه. يا ريت تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم. شايفين بقى عامل ازاي؟ شايفين بوريكم عامل ازاي؟ كريمي خالص، مفهوش تلج ولا اي حاجه. انا بقى هنزينه باي بسكوت او اي حاجه عندنا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.